السلام عليكم. مرحبا بكم في القناة. معكم الكوتش ياسين برناوي. إذا كانت هذه أول مرة جيتوا للقناة ما تنساوش تابوناو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دائما إن شاء الله وكتعم الاستفادة. وما تنساوش كذلك جيم على هذا الفيديو إذا عجبكم طبعا، وما تنساوش التعليق اللي تقدروا تقولوا فيه الرأي ديالكم أو شي سؤال أو شي حاجة متفقين معاه أو متفقين معاه أو شي إضافة نستافد حتى أنا. وكذلك ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. إذن الموضوع ديالنا اليوم غيكون على الإنسان معصب. الغضب هو من أكثر المشاعر السلبية تدمير على الإنسان، وهو مشكل عند بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس ما معترفينش به، لأن ديك الشيء داخل في العقل الباطن ديالو، في اللاوعي ديالو، فكيجيهم عادي، ولكن كيأثر على بزاف ديال الحاجات. كاين الناس كيأثروا على العلاقات المهنيه بروفيسيونيل، كيأثروا على العلاقات الاجتماعيه، كيأثر لهم على العلاقات الرومانسيه، كيأثر لهم على في المدرسه، في الصحه ديالو، في بزاف ديال الحاجات. حنا للاسف كمجتمع تعلمنا نعتبروا ان الانسان واذا غوات وحياح وكذا وهرس وكذا شي حاجه اللي هي مقبوله وخصها تكون، وهو داك الشيء عادي. خصوصا عند الرجال خصنا نعرف واحد الحاجه، انك انت هذا الغضب هذا راه ماشي عيجه وترسخ. كاين غضب اللي كيتولد معاك اللي هو في الجينات ديالك ومرتبط بالغريزه البقاء اللي حماك وحمى الاجداد ديالك من هذه 10,000 سنه في واحد الوقت اللي كانوا محتاجين نديك الاحاسيس هذيك. يعني هو ماشي دائما قبيح، هذا كان صحي وكان طبيعي، وكان دائما كيعلمك انك تقول لشي واحد اللي زعم عليك، اللي زعم يتعدى الحدود ديالك في واحد الوقت اللي ما كان لا بوليس لا جيش لا حتى حاجه تحميك. يعني انت كتحمي راسك وكتحمي مراتك وكتحمي عائلتك ديك الصغيره، يعني كتحمي القبيله ديالك. اذا هو علمنا يكون عندنا واحد الحد، واحد الليميت، ونعيقوا بشي واحد بغى يتحداه بس نحميو راسنا. هذا غضب مزيان. كاين الغضب اللي هو غير طبيعي، اللي هو جاي من صدمات ديال الطفوله، ملي كنا صغار من عند الوالدين ديالنا ولا من عند الاقران ديالنا ولا من العائله ديالنا، وديك الشيء هو غادي وحنا كنتاثروا. هذاك في العقل الباطن ديالنا، وهذاك هو اللي ماشي صحي وماشي مزيان. وهذاك باش كتعرف انك ما كتحكمش في ديك الغضب ديالك. يقول لك شي واحد شي حاجه ولا كيدير لك، كاين اللي كتصيبو كحيح، كاين اللي كيغوت، كاين اللي كيضرب، ما كدوز شي مده كيندم كيقول علاش عملت هذا. منين كيجي هذا الغضب؟ هذا الغضب كيجي على عكس اللي كيحسن، ماشي لان الانسان كان صغير وكان مفشاش وكان هذاك الغضب كيجي لان ديك الانسان ما تعطاتلوش الفرصه يعبر على ديك الغضب بشكل طبيعي. يعني كان ملي كيبغي يعبر عليه كان ما كيخليوهاش، يعني بالعربيه التعرب كياكل الدق عليه. فديك الغضب ديك الشيء اللي كيكون فيه كيخلي خصو يقمع يخرجو. عليه كتجبر الاطفال كما قلنا في واحد الفيديو ديال ما تضربش لولدك وبنتك، ان الاطفال اللي كياكلوا الدق بزاف هما اللي كيخويو في اقران كيتعداو عليهم بزاف، اللي كيديروا التنمر لان القمع بزاف. ديك الغضب اللي ما قدرش تعبر الوالدين ديالك غيخرج لك، هو اللي كنقولوا الاسقاط لا بروجيكسيون. يعني شحال ما بقيتي غادي يخرج لك. ملي كتعصب كتفتح لك واحد الملف عقلي اللي ديجا هو كان عندك اللي مسميه انا غاضب، وهذا فيه جميع الاحاسيس السلبيه ديالك والاحداث من الطفوله. وديك الشيء كيبقى يعمر حتى كتوصل لواحد الدرجه كيأثر لك حتى في صحتك، وديك الشيء كيتراكم. كيقول لك طلع له الطونسيون تعصب، طلع له السكر. او حنا في البرمجه اللغويه العصبيه NLP كنقولوا العقل والجسم نظام واحد، اذا اثرتي واحد اثر الاخر. هذا الغضب فجبر كتحكمش فيه. حنا خصناش نحيدوا الغضب، حنا خصنا نتحكموا فيه. عليه كيقول لك امريكان انجر مانجمنت، يعني تحكم في الغضب، ماشي كتحيد الغضب، ماشي جيت ريد اوف انجر، التحكم في الغضب. اذا هذيك الفكره ديال لا انا ما كنتعصب سيما لا، غير هو تكون كتعصب بواحد الطريقه كلاس. كيفاش تقدر ما تكونش انسان معصب، ما تكونش انسان غضبان؟ ما تكون اول حاجه هي مارس التامل، قسمين حتى 4 ساعات التامل كيعلمك تسيطر على الاحاسيس ديالك وكيجلب السكون الداخل ديالك وكيعلمك تعيش اللحظه، لان الغضب كيجي من العقل. الحاجه الثانيه، اذا عصبك شي واحد وقال لك شي حاجه، وانا كتوقع لي ملي كيقول لي شي واحد شي حاجه ولا كيكتب لي ميساج، كنتسنى ما بين 24 ساعه حتى 48 ساعه، وفادتني بزاف. وكعاد كنجاوب ديك الشخص باش ما كنقولوش شي حاجه اللي من بعد عندم عليها واللي قلتها من انطلاقا من الاحاسيس ديالي، من انطلاقا عقلي.
ممكن دوز هاد المده وتقول له كثر، ولكن دائما استنى. الحاجه الثالثه، حاول ترجع للطفوله ديالك وتحاول تعرف شنو هو السبب ديال هاد الشيء هذا. تقدر ممكن ما تقدرش بوحدك، ممكن تقدر تحتاج تخدم مع شي كوتش او شي واحد بسيكولوج ولا شي بسيكياتر. حاول تدخل في الاعماق ديالك، لانه اذا ما عرفتيهاش وخرجتيها وعرفتي واش كنتي ودنك كيضربوك ملي كنتي صغير ولا كينتقدوك بزاف ولا شي حاجه. الحاجه الرابعه، مارس شي فنون قتاليه مثلا تايكواندو او الكونغ فو او البوكسين او اي حاجه اللي تخليك تخوي هذاك الشيء هذاك، سواء كنتي ولد او كنتي بنت. الحاجه الرابعه، حاول تعاشر الناس اللي يكونوا ما كيتعصبوش، لان اول حاجه كنعملوها ملي كنتعصبوا كنحاولوا نفتشوا على اكسكوز علاش تعصبنا. لا هو حقا دار لي هيدا، هو حقا ديك السيد قبيح، هو حقا هو مبلوص، حقا هو قال لي واحد الهضره ما عجبتنيش ديال الاول. فكنحاولوا نفتشوا على اكسكوز. والحاجه الثانيه كنحاولوا نشوفوا شي ناس اللي تاهما متفقين معنا باش كنقولوا لهم هذاك الشيء هذا دار لي ودار لي. كنميلوا نمشيو عند ديك الناس اللي متفقين معنا، ودوك الناس اذا كانوا تاهما كيتعصبوا تاهما كيقولوا لنا عندك الحق، فهذا كيخلينا نحاولوا نقنعوهم ونقول لهم لا. اذا نحاول تعمر مع الناس اللي تاهما ما كيتعصبوا. لا. الحاجه الخامسه اللي ننصحكم بها هي تجاهل، فريس اوت. اذا كاين شي واحد كيستفزك ودائما كيقول لك شي هضره ما كتعجبكش ودائما بعد منه، الا ولا ما قدرتيش. الا كان هذا السيد هذا من عائلتك نقص اللقاء معه. المهم يعني وانا كنت هضرت على هادشي في واحد الفيديو، ممكن تشوفوه فيديو قصير على كيفاش تتعامل مع المستفز. احسن عقاب شي واحد كيستفزك هو التجاهل، او اللي كيقولوا له في الامريكان فريس اوت. ما معنى ذلك؟ معناه تجاهل انك ما تهضروش وما تجاوبوش، لان ولا دخلتي معاه في ديك اللعبه ديالو كون مأكد انه يغلبك، لان غادي يقول لك واحد الحاجه غتعصبك، غتجاوبو بما انه هو مستانس بهذا الشيء وعنده عادي وكياخذ الانتباه منه، كياخذ لاتونسيون ديك النقص اللي عنده، غيجاوبك واحد الحاجه اكثر منها، عاد تزيد تعصب، غادي تجاوبو اكثر، غادي تجبر راسك يعني مشيتي وباقي فيك ديك الاعصاب كتقول علاش ما قلتلوش ما درتلوش. حاجه اخرى اعوذ بالله من الشيطان، دائما استعذ بالله لان الشيطان حتى هو كيتغذى على هذاك الشيء هذاك. كما قال التبريجي يعني نحاربوا الشيطان في داخلنا بلاصه ما نركزوا الطاقه على الشيطان اللي في الخارج ديالنا، لان ديك حسب القران كيد الشيطان ضعيف، يعني ما يجبرش كيفاش يدير. يعني انك تكون معصب يعني عادي، ما احتاجش يبقى فيك الحال. ولان شنو كنقولوا كتعصب ومن بعد كتعصب حيتاش انت معصب، ومن بعد كتعصب حيتاش تعصبت حيتاش انت معصب، كتبقى انت في واحد السيكل. ياخذ وقت بانك تخدم على هذا الشيء، وقت بزاف، لين شويه بشويه ان شاء الله ويكون خير. المهم ما تنساوش تشتركوا في القناه، ما تنساوش تفعلوا الجرس، ما تنساوش الا عندكم شي تعليق او وقع لكم شي منظر او كنتو كتعصبوا بزاف قولوا لي في التعليق وانا غادي نجاوب، او لا عندكم شي سؤال او اي حاجه طبعا. وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع شي ناس اللي كتعرفوهم كيتعصبوا بزاف ومأثر داكشي على العلاقات ديالهم. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله، وشكرا بزاف لان صبرتوا معايا حتى الاخر تشوفوا هذا الفيديو.